تفشت عناصر الفساد في مرافق الدولة بدرجة خطيرة أساءت إلى سمعة مصر الخاصة بشؤون الحكم، فنحن لا غرض لنا سوى مصلحة البلاد، ولهذا فإننا نترك أمرها للحكومة على أن يكون مسلكنا متفقا مع الدستور وصالح الشعب. وإني إذ أنهي هذه الكلمة أطلب من الشعب الأبي أن يخلد إلى الهدوء والسكينة، وأن يثق في المستقبل وفي رجال الوطن، وأن يقوم كل فرد بواجبه كاملا، وأن يحاول إصلاح نفسه أولا، وأن يتعاون معنا في القضاء على الفساد وإصلاح كل معوج. كما أطلب منهم أن يوحدوا صفوفهم حتى نصل إلى ما نبغي من تحقيق أهداف الدولة كاملة. وقد قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم، والله ولي التوفيق.